السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نقدم لكم خبز المطلوع او البطبوط. الخبز كيطيب فوق المقله. غادي نحتاجو ليه جوج زلايف ديال الفورس وزلافه لاروب ديال الفينو. الفورس خصو يكون كتير من الفينو. الماء اللي جمع الماء دافي اللي جمع الخليط. شويه ديال الخميره معجونه على حساب الجو. الملحه، شويه ديال الملحه، ومعلقه ديال الزيت البلديه. كاين اللي كيضيف الحليب نيدو، كاين اللي كيضيف سنيده. انا كنكتفي بهذا، كنخليه عادي. غادي نطلق الماء الخميره مع شويه ديال الماء دافي ونخليها حتى كتسلق ونضيفها للعجين. نبداو على بركه الله. ديال الملحه ونضيف لها معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، نخلطوا الدقيق ديالنا مع الفورس، نضيف ليها معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، ومن بعد غادي نضيف لها الخميره اللي خليتها كتسلق، ونجمعوا العجين ديالنا. وكيبغي الدليك من الاحسن نطلقوا نتوما الماء كتضيفوا عينكم ميزانكم، وكتبغي الدليك كتبغي والعجينه كتكون مرخوفه ما كتكونش قاصحه باش كيجي الخبز رطب. والماء كنضيفوه دابا انا هزيت كاز الماء كبير، انا كنضيف عيني ميزاني، ما تجيش جاريه وما تجيش قاصحه، المهم كتجي العجينه رطبه. نجمعوا العجين مع الدلك، ضروري الدليك. منين نجمع العجينه غادي نخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها، ومن بعد غادي نقرصها كويرات، ضروري مع الدلك. نجي نخليوها تخمر، دهنوا لها الوجه ديالها بشويه ديال الزيت وخليوها تخمر. نديروا لها الزيت هاش كي كتجي رطبه، كتكونش قاصحه بحال الخبز العادي صافي. وغادي نخليوها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها ونقرصوها كويرات. ما تنساوش ما تدهنوا لهاش الوجه ديالها بالزيت باش ما تبقاش تلصق لكم في منين تخمر. من بعد ما خمرات كتشوفوا ضعف الحجم ديالها، غادي نقرصوها دابا كويرات صغار، نفندوهم في الفينو، يكون الفينو حداكم. المهم تبقاو ترشوا البلاصه مزيان باش ما يتلصق لكمش، ونبقاو ندق عليها. دابا نقرصها في الفينو كما كتشوفوا كويرات على حسب الشكل. كاين اللي كيبغي الخبز كبير، كاين اللي كيبغيه صغير. المهم انا درتهم خبيزات صغار. هادو يمكن لكم تبدلوا بهم، ديروا في الغداء الكوتي، على حسب اللي بغيتوهم. صافي غادي نستمر، غادي نديرهم كويرات صغيورين وغادي ندق عليهم غير باليد، حيت انا درتهم كويرات صغيورين غندق عليهم غير باليد كما كتشوفوا غير صغيورين.
هادو يمكن لكم تعمروا بهم الوليدات شي حاجه ليكول بغاوها بشي. صافي وغادي نخليهم يخمروا. غادي ندق عليهم دابا بعد ما قرصتهم، غادي ندق عليهم ونخليهم يخمروا. ومن في الاخير غادي طيبوهم في المقله ديال المقله الثقيله، المقله ديال الحرشه. كتشوفوا بعد ما خمروا او ما خمروا صافي غادي نطيبوهم في المقله وبالصحه والراحه. نخليكم مع الشكل النهائي. ها هما كيجيو رطب وخفاف. نوريكم من الداخل كي كيجيو كما كتشوفوا هما رطب. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم. ما تنسوش الاشتراك في القناة ديالي، الضغط على جيم وابوني، وشكرا. الى وصفة اخرى ان شاء الله.